وما ينفعش اروح لكرم الشام وما اجربش البوكس الرهيب ده. يلا نشوف جوه ايه. مساء الهنا. لأول مرة تشوفوني أنا اسمي سما. تعالوا النهاردة التجربة بتاعتنا على كرم الشام اللي عامل ضجة كبيرة جدا جدا في روكسي. الأكلات المميزة عنده جدا جدا، وزي العادة نقول رأينا فيها بكل صراحة. بس قبل ما نبدأ الفيديو اوعوا تنسوني سبسكرايب. يلا بينا. وبعد زحام شديد وصلنا البيت الحمد لله. الزحمه رهيبه. وصلنا البيت، يلا نشوف انا جبت ايه. يلا بينا بقى نبدا. اول حاجه من اللي جبناه وهو فتة الشاورما. جبت فتة شاورما ميكس عشان ميكس بين الفراخ وبين اللحمه، وده سعره 95 جنيه، ومعاه توميه ومخلل. وما نشوف ده ايه. الفتة بقى شكلها يفتح النفس، ومعاها كمان وايبس ومناديل وجلافز كمان، وادي المعلقة. يلا بينا. بصوا بقى مكونة من ايه الميكس. ادي الشاورما لحمة وشاورما فراخ والرز، وطبعا في صوص كده. هنشوف صوص ايه. فين العيش؟ يلا بينا. اول حاجه ندوق في الفته، وهي هناخد كده من الشاورما كده سك. احاول اخدها من غير صوص، وهي شاورما اللحمه. دلوقتي الصوص طلع طحينه وطلع توميه. انا كنت فاكره حاطين صوص سبيشال، طحينه وتوميه عاديه، وطعم اللحمه حلو. ندوق بقى ايه طعم الفراخ اللي هي شاورما الفراخ لوحدها. متبله لوحدها، طعمها مميز قوي على فكره. كنت فاكره ان هي مش هتبقى كده خالص. الفراخ من غير اي صوص او اي طحينه او توميه، متبله حلوه قوي بصراحه. بدايه مبشره. يلا بقى ندوق الخلطبيطه كلها على بعضها. لا استنوا، ندوق الرز الاول. ايه ده؟ ايه ده طلع حلو. ايه ده؟ ما كنتش متخيله ان طعمه كده. الرز لوحده طعمه حلو قوي. دوق بقى الميكس كله على بعضه. بسم الله. حلو جدا بصراحه، 9/10. حلو قوي. الفراخ متبله حلو قوي، طعم اللحمه جميل، صوص الطحينه مميز، التوميه برده هندوق لوحده اهو. طعم التوميه حلو قوي برده بصراحه. الطبق انه ميكس ان هو كبير بالشكل ده يستاهل 95 جنيه. يشبع جدا، يعني اي حد يجيبه لوحده كده وجبه مشبعه جدا. يلا بينا اللي بعده. وكمان قلت اجرب حاجه مميزه برده ومشهورين بيها، وهو الكريب. فقلت اشوف بقى ده شكل الباكنج بتاعهم اهو. جبت كريب زنجر سبايسي، وده الشكل بتاعه اهو. من جوه بقى تعالوا نشوف من جوه ايه. كريب والستريبس او الزنجر تبقى طبعا مقرمشه وكريسبي، وصوصات وطماطم وفلفل. يلا بقى ندوق ونشوف. بسم الله. اول حاجه خدوه سبايسي قوي، بس انا حبيت ان انا ادوق التشيكن. طبعا هي بقت طريه، بس طبعا عشان خاطر الصوصات والكلام ده كله طراها خالص. وفي حاجه بقى في الكريب مايل قوي. يعني انا اول ما فتحت كده الباكنج بتاعه مايل قوي للحلو، مزودين فيه الفانيليا، بس هو مايل قوي للحلو بصراحه. زي ما يكون الكريب معمول الحلو بعد كده حطوا فيه الحادق. لكن الطعم جوه حامي قوي قوي، كويس جدا، بيدخل على الزور على طول. ما خلانيش حسيت بطعم اي حاجه تانية. بس الطعم طبعا مقبول، يعني من وجهه نظري كده 7/10، وده سعره 70 جنيه. يلا بقى ندخل على اللي بعده. وتالت حاجه معايا النهارده، وهو قلت طبعا اجرب الفراخ المشويه برضو مشهورين عليها. ده بيبقى الشكل بتاعها. اولا حاطين البيف اهو في نص من جوه بالشكل ده، وده شكل الفراخ وبطاطس ورز وتوميه برضو. اول حاجه هندوق طبعا الفراخ. بسم الله. مستويه حلوه قوي بصراحه. الفراخ متبله حلو جدا، تتبيله مميزه. الوجبه دي وانا شايفاها برضو مشبعه جدا جدا. الفراخ مش صغيره، البطاطس عايزه تتبل شويه، مش لطيفه يعني، مش احلى حاجه. الرز طبعا دقناه هناك نفس الرز، وكمان مديني معاها كيسين كاتشب، مديني العيش اللي احنا شفناه ده، ومديني كمان ده فيه ايه بقى مش عارفه. حطيت لي عيش يعني والله العظيم كويس. 135، وانا شايفاها وجبه مشبعه جدا بصراحه. 9/10. اللي بعد جبت كمان كولسلو، قلت اجربه برده من عندهم يكون مميز او لا. والعلبه دي ب15، وده الشكل بتاعها.
حلو والله، والله مميز وجميل جدا. 8.5 من 10. اللي بعده، وما ينفعش اروح لكرم الشام وما اجربش البوكس الرهيب ده. يلا نشوف جواه ايه. البوكس ده ب 235. تعالوا بقى نشوف يستاهل اللي جواه وان هو هيشبعنا ولا ايه الموضوع. تعالوا ندوق الاول البطاطس. زي ما قلت لكم عايز تتبل شويه وتبقى سخنه، طبعا هي بردت عشان الطريق، وكمان بينزل معاها الاثنين كايزر ده فريش جدا على فكره. تعالوا الاول ندوق الزنجر. طبعا الكريسبي بتاعها او الكراست بتاعها من بره مش قوي. بصوا شكلها متبله حلوه قوي، بس اللي ناقص بس ان هي تبقى ايه، لسه سخنه كده وطالعه الكراست بتاعها يكون في رونقه. لكن طعمها حلو قوي. تعالوا بقى نشوف الصوصات اللي موجوده مع البوكس ده. صوص التوميه عادي واحنا عارفينه تمام، لسه ضايقينه دلوقتي. ودي بقى هي توميه بس حاطين طعم عليها زي جبنه كده، وهي سبايسي شويه، بس طعمها مميز قوي بصراحه عن التوميه التانيه. يعني برضه صوص جميل. طبعا ضايفين في البوكس العيش المحمص ده. يلا بقى نشوف الشاورما اللي معمول انقلاب عشانها. ده الشكل بتاعها اهو، بصوا. يلا ندوق من غير صوصات. طعمها حلو بصراحه، بس مش الطعم الواو اللي انا كنت سامع عنه الضجه الرهيبه كشاورما لحمه. هي طعمها جميل وكل حاجه، يعني تاخد 8 من 10، بس انا كنت مستنيه منها اكتر من كده. تعالوا نشوف بقى شاورما الفراخ، عشان حاسه ان هم مميزين في شاورما الفراخ اكتر. برضو نفس الشكل اهو، بسم الله. شاورما الفراخ ما عليهاش غلطه اساسا، هم معتمدين ان هم يتبلوا الفراخ، يعني شاورما متبلينها، فراخ مشويه متبله نفس التتبيله، فده فعلا اللي مخلي ان واخدين الضجه الرهيبه دي، وبصراحه يستاهلوها. الفراخ عندهم بتتبل وطعمها فظيع. يعني انا عن نفسي لما اروح اجيب من هناك تاني انا هجيب كله فراخ بصراحه، اللحمه مش قوي، لكن الفراخ عامه 9 من 10. وبصراحه برضو الوجبه دي مشبعه، برضو كانت تجربه حلوه قوي. وخلاص، وده كان اخر الفيديو بتاعنا، ويا رب دايما ان انا اخليكم معايا في التجارب بتاعتي. وزي ما اتفقنا، اي مطعم، اي كومنت حلو، اي كومنت مش حلو، هقوله لكم بكل رياحيه وبكل وضوح. اللي كمل الفيديو معايا الاخر ما ينسانيش سبسكرايب ولايك جميل منكم، ويا رب اكون دايما اقدر افيدكم. والسلام عليكم.